فلازم تبقى انت البياع الاول في البيزنس بتاعك والمسوق الاول في البيزنس ده. مش عايز، يبقى الاتجاه ده مش بتاعك. وفر على نفسك التعب والوقت واستمتع بحياتك. مش عارف، دي قصة تانية هنعرف. خدت بالك؟ انما لو انت ما عندكش الاستعداد، مش عايز، يبقى ده مش اتجاهك، ده مش مجالك، مش عايز تتعب. ما تقوليش انا عايز اعمل مليون. انا وريتك في امريكا وسط كل التسهيلات والقروض والمسرعات الاعمال، وريتك الارقام على بجد يعني عامله ازاي. سيبك بقى من اللي هو ايه، من اللي هو ماشي في الشارع قاعد مع صاحبه على القهوه، احنا هنعمل بيزنس، البيزنس ده يدخل لنا ست سبعة. هو ما بيقولش كده، هو بيقول هيعمل لنا ملايين. تمام. بس الاحصائيات ما بتقولش كده. ورائد الاعمال الشاطر ما يحكمش من خلال المشاعر، يحكم من خلال الاحصائيات، من الارقام، من الداتا. كلمه ارقام، حتى كلمه داتا اعم واشمل حتى من كلمه ارقام، لان كلمه ارقام يعني ارقام، انما كلمه داتا يعني تشمل الارقام والاحصائيات مع بعض. ما تاخدش قرار بناء على اهواء شخصيه. انا حابب اعمل ده، مش حابب اعمل ده. اه في الاول انا زي ما انا خيرتك اهو، بقول لك ده طريق وده طريق، مش حابه اطلع، مش مشكله، مش عيب. شوف طريق تاني يناسبك. ممكن تكون انت هترتاح كموظف الواحد بيشوف اكتر. هنا. ايه؟ طيب، ممكن انت تكون هترتاح كموظف هل احنا لما بنقول ده، هل ما فيش موظفين بتنجح؟ لا، في موظفين بتنجح وناجحه جدا وبتكسر الدنيا وعايشه حياتها، وسفر وخروجات وفسح والدنيا خربانه. بالعكس، انت كرائد اعمال ما بتاخدش المميزات في الاول. قلنا بتبص لبعيد، ما بتبصش تحت رجليك، ما بتفرحش بالايه، بالمميزات اللي في الاول. يعني انت لما تيجي تعمل بيزنس، البيزنس ده بيبقى حاجه صغيره خالص وانت بتكبر معاه. فانت بتبقى يعني مثلا واحد مثلا كان موظف في شركه كبيره واخد بوزيشن عالي والراتب عالي ودخله مستقر وتمام التمام، قرر فجاه انا مش مع كده. يعني قرر تروح وانت مش مستعد تاخد الخطوه دي. انا مش مع كده. بس هو اتحمس، شاف الناس بتعمل بيزنس كتير، شاف الترند بتاع رياده الاعمال، شاف الترند بتاع الستارت اب قبل كده. عايز يعمل حاجه، عايز يقلد اصحابه، زعل مع مديره، مش عايز حد يتحكم فيه. وكل ده غلط في غلط، يعني كل دي اسباب ما تخلكش تعمل بيزنس اصلا. فقال لك انا اروح اعمل ايه؟ اعمل بيزنس. ليه؟ الدنيا ضيقه خالص، بادئه من الصفر. فخسر الاتنين.